انتوا شايفين كده. بعد كده هنقطع الخس بتاعنا. وهنخلي بقى دول كده يعني نحطهم كده في الطبق، يعني نخلي شكله حلو بيهم، ونحط عليهم بقى السلطة بتاعتنا. احنا هناخد بس الشوية دول كده. هناخد بقى البقدونس والخضرة بتاعتنا، هنقطعهم برضو نفس التقطيعة كده. هنخلي برضو دي كده معانا، هنحتاجها دلوقتي ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين هنجيب بقى معلقة معانا نقلب بيها كل الحاجات دي مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين كل المكونات بتاعتنا. هيتبقى معانا بقى شوية زيت زيتون طبعا، ومعانا فلفل ومعانا شطة. هنضيفها بقى كده اهي، ومعانا عصرة ليمونة. ما ننساش طبعا الليمون، لان التونة طبعا لازم يكون معاها الليمون اهي. وممكن تجهزي بقى الليمون، يعني عصير الليمون مع الزيت مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، وبعد كده بنحطها على السلطة. هنسمي الله بقى مع بعض ونحط التونة. طبق جميل جدا، جربيه، ومهم وحلو قوي ومفيد طبعا. بس كده مش هنقلب بقى كتير. هنجيب بقى الطبق نحط فيه كل الحاجات الجميلة دي، وان شاء الله يعجبكم بإذن الله الفيديو. هنجيب طبق كده زي ما قلت لكم طبعا. هنخلي الحاجات دي كده نحط عليها السلطة، او بقى زوقي بقى الطبق انتي على حسب رغبتك يعني. اهو ممكن ما نحطش دي دلوقتي. هنسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق صحي جميل جدا، اتمنى يعجبكم والفيديو يكون خفيف على قلوبكم ان شاء الله. اهو بيكون الطبق بتاعنا بالشكل الجميل ده، سلطة التونة. اتمنى يعجبكم ان شاء الله. وبكده خلاص بيكون الفيديو